السلام عليكم. اسقاسا مقاس في اللونايث ما يسمى يسيسن ثمورثينا يدعمن يتحبان رباه يجعل ان شاء الله هذا سقاس الخير في الله نغوكل في المؤمنين كامل يا رب العالمين في ثمورثنا يا ربي رباه غني يرزق الغيث النافع يا رب. البنات اليوم جيتكم راح ندير معاكم رفيس تونسي هكا يقولوا الاخرين حنا نقولوا بالشاويه اضمين بمقادير مضبوطه. انا ندير بهذا البول وندير باكي تاع الغرس هذاك الواجد، ندير هذا البول ونزيد عليه واحد زوج صباع. بعد ما فورت الغرس تاعي كما راكم تشوفوا نسخنو شويه ونقلي الدقيق تاعي مليح. والسر تاعو انك تقلي الدقيق بيان، لازم يكون طول يولي سمر هكا كما نقولوا حنا يطيب، ما يقعدش هكاك يعجين. نحطو على في المقله ونقصلو النار خلاص ونطول بالي معاه ونبقى نحرك فيه بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. حنا كل عندنا تقاليد كل بلاد كيفاه باش نحتفلوا بالنار عفوا النار. اخرين يديروا البربوشه بالقديد كيما حنا في بلادنا نديروا البربوشه بالقديد، اخرين يديروا العيش، اخرين يديروا الغرايف، اخرين يديروا السفنج. المهم بلادنا كيما تعرفوها كامل عندها عادات وتقاليدها بصح كامل يشابهوا. المهم عام جديد ان شاء الله، عام خير علينا وعليكم. بعد ما فورتو شوي دفيتو برك ضربوه طري، نكب عليه هكاك الدقيق وهو سخون بعد ما قليته بهذه الطريقه ونكمل باقي الدقيق اللي بقالي كامل نقليه. وبعد زدت عليه واحد فنجان تاع جنجلان ثاني قليتها باش تجي بنينه، حمصتها شويه باش ما تكونش هكاك نيه ونزيدها مع الخليط وكلش سخون ونبدا نعجن. نحاول نعجن شويه وتحرقي شويه مي شوي بالعقل باش يخرج لك بنين هكذا ونبدا نعجن. وبارك الله فيكم البنات، نرجو انكم تكملوا معايا المشوار تاع الدعم وتعجبكم قناتي، وراني مستعده لاي اي تعليقاتكم وكيفاه بغيتوني وش بغيتوني نحط لكم سواء خياطه وسواء طبخ. المهم انني نتقاسم معكم ايامي البسيطه وش ندير في داري بدون تصنع بدون اي تمثيل. هذا هو واقع جزائريه عندها اولاد مع التربيه والقرايه. ودركاني ضفت البنات ضفت نص كميه تاع لابيل، هذيك الباطه تاع لابيل نحي هذا الاخر تاع لي زيبيس باش نقدر نعجن. ونبدا نعجن بالطريقه التقليديه هكذا. تحمل شويه الحراره من بعد نوالف بها يولي يبرد مع يديا مع شويه توالفي به تبرد ذاك الغرس هو اللي يحكم شويه سخانه. ندخل الدقيق مع الغرس والزبده بهذه الطريقه هكذا، دخلوا مليح كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. بعد نضيف له قرصه ملح باش ما يجينيش صامت. وفي الاخير نضيف له واحد قيس فنجان حليب. الحليب البنات علاه نديروه؟ الحليب نديروه باش ما يصبحش مثلا يقعد لك حتى الغدوه من داك وتلقاه يابس. كي نديروا الحليب يبقى ديما طري يبان جديد، ما تجبديه الغدوه هذيك تلقاه يبان جديد. هاني كيما ضفت الحليب دير واحد فنجان تاع قهوه هكذا ونكمل نعجنو مليح. ندخل كامل المكونات مع بعضاهم بهذه الطريقه. هذا الاكل تاعنا التقليدي العريق اللي لا يعلى عليه، يعني ما شاء الله تربينا عليه ونا مازلنا نديرو فيه وان شاء الله نعلموه لبناتنا ونخليو عاداتنا هذو ونخليو احتفالاتنا هذو. وبعد كيفاه نعرفوا باللي راه واجد كي نكعبروا فيه يدينا يدير لي هذه الكعبوره هذه لابول هذه نعرف باللي راهو صاي واجد. انا كيفاه ندير له؟ نجيب البلاستيك هذاك اللي نديروه في لي بلاطو هكا نفرشو تحت البلاطو تاعي اللي بغيت نطرح فوقه بهذه الطريقه باش من بعد كي نحي تجيني عمليه كيفاه نحيه يجيني سهل. هاكم تشوفوا نحطو هذا هكذا ونحط الكميه اللي بغيتها. بغيتي خشين بزاف بغيتي رقيق كل واحد وهذه تولي مساله ذوق، يعني كل واحد كيفاه يشتيه هكذا. ونطرح بهذه الطريقه.
هذا درتو البنات باش ندو لولادي باش يروحوا يديوه للمدرسه تاعهم باش يحتفلوا يديروا الحفله تاع يناير، ودرته لهم وفي نفس الوقت للدار يعني نخليت لهم شويه حتى هما هكا كانوا والدينا يديروا. عامنا هذا جديد ان شاء الله عام خير علينا وعليكم وعلى كامل الامه المسلمه، وربي ان شاء الله يحط الهنا ويحط البركه في بيوتكم وفي بلادنا يا رب العالمين. نحاول نسوي له كامل الاطراف، ما نخليش جهه طالعه جهه هابطه، ومن بعد ندير المغرف كيما دير ما. انا هذه الطريقه تاع ما، تدهنوا بشوي زبده هكذا، بعد تجيب المغرف اللي خدمنا بها طبعا باش ما خمجوش الماعن اللي نحينا بها الزبده، وتبدا تسويها هكذا بهذه الطريقه، يجيك يلمع ويجيك على فرد نيفو، ما يجيش جهه طالعه وجهه هابطه، ويجيك يلمع هكذا. هاني بعد ما كملتو كيفاه جا. ارجو يعني التصوير تعذروني شويه، ما زلت مع التصوير راني ما نعرفش، لكن الحمد لله نحاول اني نتواصل معاكم وما نقطعش باذن الله، وبدعمكم راح نستمر. نجيب هذا الطابع تاع المقروض ولا ندير صباعي، ديري 3 صباع ولا 2 دوا كيما تبغي، ونقص به، سواء تبغيه تقصيه كاريات ولا مقروضات كيما تبغي، كل واحد وذوقه. كاين اللي يطبعوا كي تبغيه زعما يجي باهي وبريستيج وكامل، كاين اللي يطبعوا في لي مولا دوك تاع السيليكون ثاني يجي باهي. انا درتو هكا كعد تقليدي، درتو لولادي بهذه الطريقه التقليديه. مقادير مضبوطه البنات، ما كي ديروه ما تضيفوا والو، ديروا كيما درت انا، راهو يخرج لكم مليح، ما فيه لا بزاف غرس لا بزاف دقيق، ما يجي باهي ويجي بنين. ها هو كي. والتزيين درت لهم شويه حبات كاوكاو بالموجود في المنزل، درت لهم تقدري تخليه مام هكذاك. ها هي كي فاجا، حطيته شويه حتى نبرد لي شويه، من بعد جبت هذو لي زاسيات هذو جو طابل، ودرت لهم كل واحد درت له شويه في لاسيات تاعو باش يديوه المدرسه، نفرحوهم حتى هما ما يقعدوش ما يشتيوش ما يجيبوش، لازم ديري لهم باش يفرحوا. ربي ينجح لنا وليداتنا ووليداتكم ويصلحهم.